السلام عليكم. من ضمن قصص الحب الملهمة قصة فريد شوقي وسهير ترك. صلى على النبي. كل من النبي نصلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. سهير ترك بتقول إن هي كانت على معرفة بفريد شوقي وعيلته، وبتقول إن هي كانت لسه منفصلة من جوازتها الأولى، وكانت نفسيتها متدمرة جدا، وكانت بتستعد عشان تسافر وتعيش برا مصر مع أخوها، يمكن تلاقي في الغربة اللي يطبطب على قلبها ويشفي جروحها. بتقول في التوقيت ده حضرت مسرحية لفريد شوقي اسمها الدلوعة، وبين الفصول دخلت وهنيته وشجعته على الدور بتاعه، وده كان في أواخر الصيف. هوب جريت الأيام ودخلنا في فصل الشتاء، واتعرض لفريد فيلم اسمه ابن الحتة. الفيلم كان سيء، وأداء فريد كان أسوأ كمان من الفيلم. فاتصلت بيه وعاتبته وقلت له: ليه يا فريد تعمل دور سيء بالشكل ده يعلم في ذاكرة الناس؟ انت معروف بأدوارك المميزة وأفلامك الحلوة. من هنا عرف فريد إن أنا بقدر أفرق بين الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، وإن أنا عندي حس فني، وإنه يقدر يعتمد عليا إن أنا أديله رأيي. واتوطدت العلاقة بيني وبينه أكتر. بعد كده عرفت بوفاة والد فريد، وبالصدفة كنت في وسط البلد بشتري شوية حاجات عشان أستعد للسفر برا مصر، وكان مكتب فريد في وسط البلد. فقلت أطلع أعزيه في والده وكمان أسلم عليه قبل ما أسافر برا مصر. وفعلا طلعت الفريد وعزيته، وكان ساعتها منتشر في الجرايد موضوع خلافه الشديد مع هدى سلطان اللي مالي كل الجرايد والمجلات. فقلت بالمرة أفتحه في الموضوع وأحاول أطيب خاطره وأصلح ما بينهم. لكن فريد قال لي كل الطرق بيني وبينها مسدودة ومفيش فرصة للصلح خالص. فبصراحة اتكسفت وخدت بعضي ومشيت، وعرفته إن أنا بستعد للسفر برا مصر، لكن هو قال لي ممكن أشوفك بكرة عشان أنا عايزك في أمر مهم. قلت له حاضر يا فريد، من عينيا. وجي اليوم التاني زي فريد ما قال، وجالي في نفس الميعاد اللي اتفقنا عليه. وأول ما شافني من غير مقدمات قال لي: تتجوزيني يا سهير؟ الموضوع ربكني وشل تفكيري، وما لقيتش حاجة خالص أقولها له غير: طيب حاضر، هاخد رأي بابا. بصراحة عيلتي كانت مترددة، وقالوا لي مش هتستحملي نظام الملخبط بتاعه بتاع التمثيل والفن والأدوار، وإحنا مش بتوع كده. لكن بصراحة حبي الشديد لفريد وإعجابي بيه خلوني أوافق، ومشيت كلامي على عيلتي واضطروا إن هم يوافقوا على رأيي. بصراحة كنت هطير من السعادة، واتجوزت أنا وفريد بعد ال40 بتاع والده مباشرة. وشرط عليا فريد إني ماليش أي علاقة من قريب أو من بعيد بالتمثيل، عشان مش عايز يعيد أي أخطاء من اللي حصلت بينه وبين هدى سلطان. وأنا بصراحة وافقت، لأني كنت بحب فريد، واكتفيت إن أنا أكون مراته وأم بناته. ودي كانت قصة فريد شوقي والسيدة الراحلة سهير ترك، ربنا يرحمهم هما الاتنين. قصة حب جميلة، وعاشوا مع بعض لغاية آخر يوم في حياة فريد. والست سهير فضلت على ذكراه لغاية ما توفت. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني عشان قناتي تكبر. شكرا ليكم.